بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه مكملين مع بعض سلسلة الأكلات الصحية بدقيق الحبة الكاملة. عملت امبارح البوريك، وعملت التوست والعيش الكايزر. النهاردة إن شاء الله هنعمل القراقيش بدقيق الحبة الكاملة. مش هتفرقيه عن القراقيش العادية اللي بتعمليها بالدقيق الأبيض، والطعم تحفة بجد وطريقته سهلة جدا. نسمي الله ونبدأ كده الخطوات مع بعض. أول حاجة معايا نص كوباية من اللبن الدافي، ضفت عليهم معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر، بقلبهم كويس وبسيبهم كده على جنب. ونبدأ بقى نجهز الدقيق. أنا استخدمت كوبايتين من دقيق الحبة الكاملة، وضفت عليهم حوالي ربع كوباية من السمسم المتحمص. ممكن تضيفي بقى سمنة أو زبدة أو زيت. يفضل طبعا يكون سمنة فلاحي أو زبدة فلاحي. أنا جبت هنا نص كوباية، فككتها كده على النار، يعني بتكون دافية مش سخنة قوي. وبعد كده بضيفها على الدقيق ونبس كويس جدا. في المرحلة دي مهم نغلف كل الدقيق بالزبدة. طبعا كلنا عارفين فوائد دي الحبة الكاملة، ومؤخرا بقى في ثقافة كبيرة عند معظم الناس، وبقوا يفضلوا بصراحة استخدامه في كل الوصفات. هننزل بقى بخليط الخميرة والسكر واللبن، وضفت كمان معلقة صغيرة من الخل أو معلقة كبيرة، ومعلقة من البيكنج باودر، وببدأ أقلب. بالنسبة لكمية السوائل بتضيفي على حسب ما العجينة تاخد معاكي. يعني أنا ضفت هنا ربع كوباية، وكمان ضفت ربع كوباية كمان، يعني بالظبط المقدار ده أخد نص كوباية من اللبن. تقدري طبعا تستخدمي مية أو زبادي، يعني مش لازم لبن. وبنعجن بقى كويس، بنلم كل المكونات مع بعض. زي ما احنا شايفين العجينة بتكون متماسكة، مش طرية ومش جافة، يعني سهلة التشكيل. ممكن نسيب العجينة ترتاح شوية، وممكن نشتغل على طول فيها. طبعا هي العجينة بتكون سهلة التشكيل، وتقدري تفرديها بكل سهولة، لأن طبعا الجلوتين فيها مش عالي، فبتكون سهلة واحنا بنشكلها. هنقسمها لأربع قطع، وناخد قطعة قطعة كده نفردها، ونعملها بقى بالشكل التقليدي للقراقيش. لو عايز تعمليها كحك برضو بيبقى حلو جدا. شوفوا نفردها، وبعد كده بنساوي الأطراف. يعني بتفردي كده عشوائي، وبعد كده تساوي الأطراف بكل سهولة، وتقطعيها بقى صوابع طولية. السمك بتاعها بيكون متوسط، يعني حوالي كده نص سنتي تقريبا. نجهز بقى صينية الفرن ونرص فيها صوابع القراقيش. شوفوا السمك بتاعها مناسب، يعني مش رقيقة ومش سميكة. طبعا الصينية مش بندهنها حاجة، لأن القراقيش مش بتلزق خالص في الصينية. بنخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة. شوفوا سهلة جدا، بتفردي عشوائي كده وتساوي الأطراف، وتبدأي بقى تقطعي القراقيش صوابع. هخلص بقى كل كمية العجين بنفس الطريقة، وبسيب القراقيش ترتاح يعني حوالي ربع ساعة أو نص ساعة. بشغل الفرن حوالي 10 دقايق قبل ما أدخل الصواني. بشغله على درجة حرارة 200، وبعد كده بخفض درجة الحرارة ل160. بحط الصواني على الرف الأوسط وبشغل المروحة. القراقيش دي بتحتاج نار هادية عشان تقرمش من جوه، لان لو دخلناها على نار حامية هتحمر من فوق ومن تحت، وهيبقى القلب طري مش مقرمش خالص. بتاخد حوالي نص ساعة، ممكن ساعة الا ربع، ممكن ساعة كاملة. المهم القراقيش توصل ان هي تبقى مقرمشة ومستوية من جوه كمان، مش من بره بس. شوفوا القراقيش مقرمشة جدا. وبصراحة هي ما بتبقاش ناعمة زي القراقيش العادية اللي احنا بنعملها طبعا بالطريقة العادية خالص، لأن طبعا كمية الدهون قليلة، مش زي الكمية اللي احنا بنضيفها للقراقيش الناعمة.
بس بتبقى مقرمشة جدًا بصراحة وجميلة جدًا وريحتها كمان حلوة أوي. بجد كانت ريحتها قلبة البيت، قدّميها بقى لولادِك وأنتِ متطمنة، بجد حلوة أوي، وخفيفة وطبعًا صحية لولادنا، بتقدّميها بقى مع شاي أو لبن، بجد جميلة جدًا، فطار، عشا. باتمنى بقى وصفة النهارده تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في قناتي ينزل يشترك في القناة، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة أول بأول. باشكركم شكرًا جزيلًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.